شويه مع الجمهور، لكن غير كده هم بصراحه بيتقبلوا اي راي بقوله. وجهه نظر ماضو ان في موضوع المؤامره على نادي الزمالك، تعلنت قبل كده الكلام ده؟ لا انا ما قلتش في مؤامره. هو المؤامره دي على فكره مش عند الزمالك بس، لو رحت النادي الاهلي لما مثلا خسروا نهائي الوداد طب في انت ما اعلنتش، اعلنت ايه؟ 2017. وجهه نظرك كانت ايه؟ لا انا هقول لك على دي بس مهم. ماشي. في 2017 الاهلي لما خسر نهائي افريقيا قدام الوداد قالوا ان الحكم كان عامل مؤامره. في 2019 لما الاهلي خسر من صن داونز في العوده قالوا ان بكاري جسامه عامل مؤامره. فالمؤامره دي هي عندنا كمصريين انك لما بتتظلم بتشوفها مؤامره، مش ان هو خطا بس بشري. انت جه عليك اوقات وقلت من وجهه نظرك ان الزمالك معمول مؤامره وان في مسانده للاهلي. لا انا حصل؟ ما اقدرش اقول كده، انا ما بقولش بالطريقه دي، بس في قرارات بتحصل بحكم قوه الاهلي وبحكم قوه جماهير قوه الاهلي الاهلي. بيستمدها من ايه؟ من التجمع بتاع الاهلاويه. ولا بطولاته؟ ما هي التجمع هو اللي بيجيب البطولات، لكن البطولات لوحدها، طب ما الزمالك عنده بطولات كتيره والزمالك قوي، لكن قوه الاهلي بتحصل ساعات وبتشوفها حضرتك في الاعلام في كل حته، انك هتلاقي اكبر اعلامي في مصر اهلاوي، اكبر مذيع كوره في المعلقين الرياضيين اهلاوي، هتلاقي اتحاد الكوره دايما معظم اللي فيه اهلاويه، القرارات بتاعته دايما بتبقى رايحه يعني لاتجاه جماهير الاهلي اكتر اكتر. من جماهير الزمالك؟ جمهور الاهلي كتير، بس جمهور الزمالك برضو كتير. كتير طبعا. لكن ما اقدرش اقول اكتر، هم اكتر كعدد، لكن الناس اللي ليها في وجهة الكوره نظر. قوي في النادي الاهلي قد الناس اللي ليها في الكوره في نادي الزمالك. انت بتقول دلوقتي ان الاكبر اعلامي اهلاوي. طبعا. وجهة نظرك ان في تأثير من بعض النجوم القدامى للزمالك في حق الزمالك؟ مش تأثير، هو ظروف الزمالك ان كان بيبقى دايما في مشاكل في الادارات، فتلاقي اداره في مشكله مع لاعب، مع لعيب سابق بسبب مواقف بتاع، فده طبعا كان بيأثر جدا بالسلب، من الناس دي بتفج وبتبعد عن النادي. وده اللي انا شايفه دلوقتي، ان الميزه الوحيده اللي انا اقدر اقولها دلوقتي لامسها ان ولاد الزمالك بدأوا يرجعوا للنادي، فدي طبعا يعني مهمه جدا ولازم يبقوا واقفين في ظهر ده كان الزمالك. عيب مجلس اداره سابق. اكيد كان ليه دور، اكيد كان ليه دور. وجهة نظر ماضو، الفرق ما بين المجلس الحالي والسابق؟ بص، كل حد ليه طريقته، ما اقدرش اقول المجلس السابق كان فاشل 100% ولا كان ناجح 100%، والمجلس الحالي لسه ما وصلش المرحله اللي هو للتقييم، راضي عن لسه ادائهم؟ لغايه دلوقتي هم ماشيين كويس، بس المجلس السابق زي ما عمل حاجات كويسه للاسف الحاجات السلبيه كانت اكتر بكتير، فده المجلس اللي السابق اثر. ده وجهة السابق. نظرك فرق نجوم كتيره وبعت نجوم كتيره طبعا. خارج جدران نادي الزمالك؟ طبعا طبعا، وده كان اكتر خطأ انا حتى اتكلمت فيه كتير وحاولت اوصل ده كتير، ان يا جماعه نلم الدنيا، يا جماعه النادي محتاج كل زملكاوي، النادي محتاج كل نجم سابق في نادي الزمالك يبقى موجود وبيدعم النادي وفي ظهر اللعيبه وفي شايف ان ظهر ده بدأ الناس. يحصل دلوقتي؟ ده دلوقتي انا بدات اشوفه، ودي الميزه الملموسه، ما تقوليش بقى الصفقات، ما تقوليش الرعايه، ما تقوليش كل دي حاجات ايجابيه المجلس عملها في وقت قليل الحالي، لكن النقطه المهمه بالنسبه لي جدا انك تكسب ولاد الزمالك، تلم الناس دي حواليك، فالناس دي هتبقى هي اللي بتكفر النادي، الناس دي هي اللي بتحمي النادي وهي اللي بتخلي النادي شكله افضل والروح بتاعته اكتر يعني. كمقدم محتوى رياضي، من وجهة نظرك المحتوى اللي على قناة الزمالك ولا على قناة الاهلي الافضل، ولا الاثنين زي بعض؟ اللي على قناتي. ولا على قناتك انت، مش الاهلي ولا الزمالك؟ لا بص يا سيدي، المشكله ان القنوات الفئويه بتبقى دايما لازم ترضي النادي بتاعها. نادي الاهلي ده امر طبيعي على فكره، ده امر طبيعي وشيء آه. محترم جدا. نادي الاهلي قناته قناه طبعا محترمه جدا